الله أكبر. اليوم بحمد الله استسلام كيكل، إحنا بنقول استسلام كيكل وبنحيي قواتنا المسلحة. استسلام كيكل وانضمامه بقواته لصفوف القوات المسلحة، وهذا انتصار عظيم وكبير لقواتنا المسلحة. نحن قلنا لك يا كيكل الجيش ده ما بتقدر عليه، الجهاز ده ما بتقدر عليه، والدولة دي ما بتقدر عليها. فبحمد الله وتوفيقه، بحمد الله وتوفيقه تم استسلام كيكل وانضمامه بقواته للقوات المسلحة السودانية الباسلة. لهم التحية والتقدير الأبسال، لهم التحية والتقدير الأبطال. وجاءت اللحظة بأن نقول للميليشيا في الجزيرة، جاءت لحظة القصاص، وجاءت اللحظة اللي ما بنقول لكم فيها باي باي ومع السلامة، لا تتبلوا. ما بزول بيطلع من الجزيرة حي. الميليشيا ما فيكم زول من الجزيرة بيطلع حي، تتبلوا كلكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتحلوا وتمشوا لله، لأنكم ظلمتوا وسفكتم الدماء، خليتوا أماتنا وأبواتنا وأخواتنا وأهلنا نازحين ولاجئين. بالنسبة للخبر صحيح 100%، الخبر صحيح 100%، ما إشاعة ولا كذب. كيكل استسلم، والآن تنبول، أهالي منطقة تنبول وضواحيها، مبروك 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 أهالي منطقة تنبول. منطقة تنبول اليوم في قبضة القوات المسلحة. أي زول من تنبول ومن قرى تنبول. انتهى الظلم، انتهت الميليشيا، انتهى الفساد في تنبول بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن قواتنا المسلحة الباسلة مسيطرة على منطقة تنبول. جاءت اللحظة الزول بيقدر يمشي لأهله يا جماعة، لكن والله فرحتنا بالانتصار أكبر من إنه زول يمشي يلاقي أهله، لأنه نحن بنقول أهلنا في كل ربع السودان. أهلنا ما في تنبول بس، أهلنا في الجنينة، وأهلنا في الفاشر، وأهلنا في زالنجي، وأهلنا في بورسودان، وأهلنا في نهر النيل، أهلنا في كل بقاع السودان، سنار وسنجة وكل ولاية السودان. أهلنا في كل بقاع السودان. احنا الفرحة الليلة، الفرحة دي ما فرحانين عشان الزول بيقدر يمشي. الزمن ده كله البليشة شغالين يا شكري تعال لأهلك لو بتقدر، يا شكري تعال لأهلك لو بتقدر، وشغالين شمتانين ويضحكوا علينا. اليوم نحن بنرجع لأهلنا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ما بنرجع إلا كل مدني تكون في يد القوات المسلحة، وبعد ده خلاص ما باقي شيء. استسلام كيكل بقواته وانضمام القوات المسلحة ده أكبر نصر للقوات المسلحة السودانية، وأكبر نصر للمواطن السوداني بإذن الله سبحانه وتعالى. الميليشيا بعد ده خلاص، دي بعد ده بقت لهم القش القصمة ظهر البعير اللي بقولوا شنو الأمثلة بتاعتهم دي. بعد ده خلاص دي قاصمة الظهر بتاعتهم للميليشيا، بعد ما باقي لهم وجود ثاني في السودان، انتهوا خلاص، انتهوا نهاية بطل. دي يمكن المستجدات بتاعت اليوم. أنا من نشرت لي منشور قلت لكم يا جماعة إنه سفيان محمد زين بريمة ما حيطلع لكم تاني. الكلام ده أنا نشرته في صفحتي في الفيسبوك. سفيان محمد زين بريمة تم اعتقاله من قبل أبو عقلة كيكل في محلية تنبول. تم اعتقال سفيان محمد زين بريمة من قبل أبو عقلة كيكل في محلية تنبول. طبعا كان مرسل عثمان عمليات عشان الامدادات لمحور الفاو، وما تعرف للفاشر وين وين. فابو عقله قال له زول تعال امدادات فاو شنو فاشر شنو، تعال خد جوا انت ذاتك انا دايرك. والان جاري البحث عن قجه، جاري البحث عن قجه. فباذن الله تعالى ما في زول بيطلع، ما في زول بيطلع من الميليشيا دي حي باذن الله تعالى في ولايه الجزيره. والله كل ساق سيسقى بما سقى، وكل ظالم سيظلم. دارنا ما بنخلي، السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم. اي زول في الميليشيا قتل سرق نهب والله تتبلى وتتحلى وتمشي لله، ما عندنا لك اي شيء ثاني باذن الله سبحانه وتعالى. دي كانت بشريات اليوم. ناس الجزيره قلنا لكم عندنا بشريات جايه، لسه البشريات جايه ناس الجزيره، ولسه الاخبار المفرحه جايه، لسه الاخبار المفرحه جايه. يمكن دي تكون حاجات بسيطه من المعلومات اللي اديناكم ليها. موضوع كيكل ده مدور له شهرين، ناس بتقوم وتقعد يا كيكل يا كيكل يا كيكل يا كيكل. فالحمد لله استجاب، والحمد لله رضخ، والحمد لله رجع واستسلم للقوات المسلحه، لانه ما حيقدر عليه اصلا. ما افضل بيقدر بيقاتل جيش زي ده يا جماعه، ما افضل بيقدر بيقاتل له جيش زي ده. جيش زي ده ما بيتقاتل،
جيش زي ده ما بيتقاتل، جيش زي ده ما بيتداوس ولا بيتقابل. نحن عندنا فوق في الجو وعندنا مشاة في الارض. من امبارح الطيران ده لافي في دنبول كده، من امبارح طيران هذا لافي في دنبول، وباذن الله بكره حيكون لافي في مدني باذن الله سبحانه وتعالى. فكل الولايه في يدنا بعد ده، ما باقي لنا شيء كثير، باقي بس نفتش الحراميه الموجودين في الغوره زي قجه وامثاله وغيره وغيره. والله يا قجه وعز الجلال يا قجه، انت كل اعمالك اللي عملتها في الجزيره واصلانه، سواء كان بفيديوهات مسجله سواء كان بمقاطع صوتيه مسجله، اقسم بالله يا قجه وعزه المعبود في سماء، انت بالذات ما حنكتلك. انت يلموا فيك يوم يقطع منك حته، يوم يا قجه يقطع منك حته، يوم يقطع منك اصبع، يوم يقطع منك اضام، يوم يقطع منك نخره، ويوم يقطع منك جضم، نشتغل فيك تقطيع بس يا قجه. انت بالذات يا قجه ما تموت، انت بالذات يا قجه ما حتموت، لانك اي زول قتلته من مبدا العنصريه البغيضه، بتقتل الناس على اساس عرقي واساس جهوي وباساس مناطقي يا كلب يا نصاب يا حرامي. وكل انسان سيحاسب، كل انسان انتهك وسرق وسفك في رجل باذن الله سبحانه وتعالى. فالمكالمات طبعا اللايف ما بيقطع من الشبكه شغاله تمام، لكن طبعا الخبر المفرح ده الناس بتتصل بكثره يعني، لانه الخبر مفرح والناس فرحانه والناس زي ما يقولوا يعني مصدومه من هول الخبر، يعني الخبر ما كبير، فبيتصل ماسنجر وبيتصل مكالمات صوتيه، عشان كده قاعد يقطعوا الشبكه بتاعت اللايف من كثره الاتصالات وكده. فالليله الناس ما تنوم من الدعاء يا جماعه، دايرين دعوات الامهات، ما في نوم، ما في نوم يا اماتنا، ما في نوم يا اخواتنا، ما في نوم، دايرين دعوات قيام ليل، صلاه قيام ليل، ما في نوم، ما في نوم، ده ما وقت نوم، لا تكونوا صاحيين بدعواتكم وبابتهالاتكم وبقيامكم لليل وصيامكم، اصلا ما في نوم. ناس ترمي قدام، لسه عندنا غير مدني، عندنا زالنجة وعندنا نياله وعندنا مناطق كثيره باذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا جزء من مناطق الخرطوم. لازم الدعوات لسه يا جماعه. فالله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتجبر. لا ده ما وقت قفل اللايف، ده وقت الفرحه الليله يا فايز، ما في قفل اللايف. فالله اكبر الله اكبر، الناس تفرح والناس تدعي للايام الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. ف ده كله ما في الموضوع، خبر ولا اشاعه ولا كذب، استسلام كيكل وانضمام بغاة القوات المسلحه، الموضوع ده صحيح 100% باذن الله سبحانه وتعالى. الله فرحتونا فرح السنين، لازم تفرح يا اخي، ما نفرحكم الا نحن يا اخي. ده جيش ما بيتداوس، ده جيش اخضر قوي يا ناس. فالله اكبر على كل من طغى وتجبر. الليله ما في فطور، الليله ما في فطور يا جماعه، نحن هاتوا لنا الفطور، والله الواحد شبع يا على، والله شبع، والله الاخبار دي خلت الزول يشبع، والله يشهد الله يعني. هسه نحن جعانين من الصباح منتظرين الفطور، منتظرين اللحمه والشيء والحياه السمحه. الخبر ده بالله سد نفسنا عديل من الفرحه، يعني الواحد انقهم من الفرحه.